صباح الخير. النهارده تاني يوم امتحان في آخر سنة دراسية. حاليا الساعة 10 إلا تلت، امتحان الساعة 10، بس احنا مستنيين علي بيه عشان قرب يجي. فها هنا ننتظر. خدوا معايا فلوج اليوم. يلا بينا. لبست بقى عشان النهارده قلت الجو هيبقى حر، الجو حر جدا، فلبست التيشيرت ده وعليه الكارجو البيج والسامبا رايقين على بعض كده، فخفيفه كده عشان الجو ما يبقاش حر. ان شاء الله الجو ما يبقاش حر النهارده، مش عارف بصراحه درجه الحراره كام، فهنشوف. فيلا بينا بقى نروح الامتحان يعني. انت بتعمل ايه؟ صور. ما هو معاك البي دي اف يا ابني. لو طلع يا على شغال طلع الحلاوه، يا على شغال. الحلاوه. المهم صورتي نعمل فوكس. جيب شغال ده. خلصنا امتحان، تاني امتحان خلصناه. ايه رايك في الامتحان؟ امتحان جميل، كان تحفة. المهم عملت ايه؟ دكتور عادل دكتور عادل الحمد لله عامل نص الامتحان غلط، بس مجمل كويس. نشوف بقى اللي بعد العيد الانيل من المادتين اللي فاتوا يعني. ايوه. كنت عايز اقول لكم على كام حاجه كده. خلاص يوم عرفه غير حد ما، يعني بعد مثلا 3 ايام، حد واثنين وثلاث هو يوم عرفه. فابداوا دلوقتي، يعني هاتوا ورقه كده من النص وابداوا ان انتوا تجمعوا كل الادعيه اللي انتوا عايزين تعملوها، كل الادعيه اللي انتوا نفسكم فيها، من اول يعني دلوقتي لحد ما تموت، الاحفاد وكل حاجه عموما ابداوا فيها عادي. احلموا باصغر الحاجات، لدرجه ممكن انتوا اصلا تحلموا بان انتوا نفسكم مثلا تشربوا عصير تمر على الفطار. فاكتبوا كل اللي نفسكم فيه، وده ان شاء الله هعمله وهنزل ليه ريل على الانستجرام برضو، او على الريلز عموما يعني على باقي السوشيال. فابداوا ان انتوا تكتبوا اللي انتوا عايزينه واللي انتوا عايزين يتحقق، حتى لو اصغر الحاجات، ما تقللوش من اللي انتوا عايزينه عادي. ربنا كريم، وكرم ربنا اكبر من حلمنا ومن كل حاجه. فابدا بقى قطع ورقه واكتب كل الادعيه اللي نفسك فيها. حاليا بقى رايح اجيب فطار عشان افطر ونروح على السكن بقى، بس الجو حر جدا، فيعني اللهم اجرنا من النار. الفوري عندك انت يا مهند. تعالوا مع بعض نعمل النايت سكين كير روتين مع بعض. حاليا غسلت وشي بالغسول بتاع فيكس لايت، هعمل لكم عليه ريفيو قريب. نشف وشي بس كويس جدا عشان نحط فيتامين سي. الجو النهارده صعب 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 لدرجه بحس ان انا محتاج اروح البيت فعلا اغسل وشي كويس جدا، عشان الموضوع وحش. تحس ان الهواء والاتربه وكل حاجه كل حاجه، فتحس ان انت خلاص بقى يعني. عايز بقى دلوقتي اشارك معاكم احنا نعمل مع بعض ادعية يوم عرفة. الكلب اللي مش راضي يسكت. مع بعض ادعية يوم عرفة ليه؟ اول حاجة بس اقول لكم الفيتامين سي بتاع ستارفيل. عايز اعمل ادعية يوم عرفة لان انا لسه مكتبتهاش بصراحة. عايز كده اقعد النهاردة او بكرة بالكتير اكتبها، عشان خاطر يوم عرفة انا بصراحة مش همسك الموبايل خالص. يعني انا مش عايز امسك الموبايل، عايز ان انا اقفل الموبايل زي ما الشيخ امجد سمير بصراحه هو اللي قالك اقفلوا موبايلاتكم. اعتبر نفسك في المصيف، يعني في المصيف بصراحه بناخد موبايلاتنا، بس نقفل موبايلاتنا خالص اكنها مش موجوده. خلصنا الفيتامين سي. تاني حاجه هحط مرطب دير. مرطب دير برضه اعمل لكم عليه ريفيو، بس هو فيه هايلورونيك اسيد اصلا، فبيبقى لذيذ يعني شويه بس. والباقي بقى من الكريم المرطب ببدأ ان انا احطه على ايديا، ولو محتاج تاني ببدأ ارطب ايدي تاني.
عايز احط الاي كونتور بتاع اللي هو ستيرفل او الكريم مرطب. ليه بحط الكريم مرطب بتاع العين؟ لان بصراحه يا جماعه الهالات مش باينه، بس هي باينه لدرجه حد قال لي انت هاتك عامله كده ليه؟ فاللي هو ماشي، هنعتبر ان هو الدراسه وكده وقربنا نخلص، وحاليا مش قربنا نخلص، فاضل لنا بالظبط مادتين ومناقشه المشروع كده يكون خلصنا. فمحتاجين بقى ان احنا نكام داون كده. اخر حاجه بقى بحط هايدرنسا ليب بالم، من احلى الحاجات، من احلى الحاجات بجد، وعادي عادي تحط كده. مفيهاش حاجه يا جماعه ان احنا نحط مرطب. انتوا عارفين يا جماعه ان انا بشارك معاكم حاجات النايت سكين كير واللي هو مورنينج سكين كير روتين، عشان خاطر اقول لكم ان عادي عادي انكم تعملوا ده كله، مفيش اي مشكله، مفيش حاجه او مش عيب انكم تحطوا ده كله. ومسك الطهاره بادي سبلاش بحطه كده قبل ما انام، بحس ان الريحه تبقى ايه حلوه ولذيذه منتعشه كده. وده كان النايت سكين كير روتين بتاعي. يا جماعه انا بشارك معاكم النايت سكين كير روتين والمورنينج سكين كير روتين، وهو مضرب الناس اللي تحت في الشارع دي عشان عامله ازعاج. آه، المهم بشارك ده كله عشان خاطر اقول لكم ان انتوا عادي انكم تحطوا الحاجات دي، مفيش مشكله، ما فيهاش كسوف، دي حاجه تبقى شاب مسلم ريحته حلوه كده تخلي الناس، هو ده فعلا شاب مسلم، راجل مسلم ريحته كويسه، ما فيهوش عنده اي ريحه، مهتم بنفسه مهتم بنظافته ومهتم بكل حاجه. فدي البوينت اللي انا عايز يعني اوصلها ليكم. بس حاليا بقى المفروض ان انا فاضل امتحانين، فكده واخد اجازه لحد العيد. محتاج اعمل بقى ريفرش ماي مايند، بس للاسف عندي تاسكس كتير قوي، عندي تاسكس للاساينمنتس بتاعت الكورس، وعندي ورد قد كده مخلص، بس يعني ان شاء الله عشان انا اخلصه فيه واعرف ازاي. ربنا قادر على كل شيء، ان شاء الله هخلصه. وبس حاليا بقى هقعد شويه، وممكن اكتب ادعيتي واعرف عشان لسه ما كتبتهاش زي ما قلت لكم، معرفش قلت لكم ولا ما قلتلكوش. فهكتبها كل التفاصيل اللي انا فعلا عايزها تتحقق زي ما قلت لكم في الاول الفيديو. وبس، وهذا هو تاني يوم امتحانات الفلوج الجايه. ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جامد جدا هينزل قبل العيد. احتمال ده ينزل بكره، النهارده السبت فاحتاج ينزل لحد، احتمال ينزل لحد، والفيديو الجامد جدا ينزل يوم الاثنين عشان مهم جدا، عشان مناسب للعيد وانتوا طلبتوه مني على فكره. فان شاء الله ربنا يقدرني انزل الفلوجات دي وانزل فلوجات العيد، وربنا يقدرني والنت ان يكمل معايا، عشان النت احنا اصلا خلصان فبنزق فيه. فبس ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، يا رب تكونوا استفدتوا بنسبه 1% من الفيديو ده. ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. باي باي.